حضرتك عن ماهية هذا الحكم. يعني الحكم بيقول والدة أبو إسماعيل مصرية 100% ولم تحصل على أي جنسية أخرى. وأنا قريت الخبر وأكيد حضرتك سمعت الخبر. أنا سؤالي، هو حد أصلا قال إنها مش مصرية؟ لا، هي حقيقة الأمر مصرية ويقال أنها تحمل جنسية أمريكية. أيوه. طب إيه الحكم بيقول إنها مصرية؟ على حسب معلوماتي أنه بيلزم وزارة الداخلية أن تقدم ما لديها من مستندات تثبت أنها تتمتع بجنسية أخرى. أيوه. لأن محامي الدولة لما حضر الجلسة الماضية قال إن الدولة ما عندهاش أي مستندات تقدمها. فالنهارده الحكم بيلزم وزارة الداخلية أن تقدم ما تحت يدها من مستندات تثبت الجنسية الأمريكية أو تنفيها سلبا أو إيجابا. سؤال يا فندم، هو معلش عشان أنا مش فاهمة، اللي يثبت إنه عنده جنسية يعني الدولة هي اللي تدور على المواطنين 80 مليون تدور فيهم مين اللي عنده جنسية تانية وما عندوش؟ ما هو الناس مش هتقول طالما الشخص ما قالش يبقى ما عندوش. الدولة المفروض عندها مستندات واردة من الحكومة الأمريكية تثبت تمتع السيدة الفاضلة والدة الشيخ حازم إسماعيل بجنسية الأمريكية من عدمه. فعليها أن تقدم هذه الأوراق، والشيخ حازم أو إسماعيل يقول أنها لا تتمتع بجنسية أمريكية وبيجزم بهذا. وأن الجهة الإدارية اللي هي الداخلية ليس لديها من المستندات ما يثبت دعواها. فالمحكمة بتلزمها أن تقدم هذه المستندات، فهي دعوة تهيئة دليل يعني طب تقطع حتى الآن المحكمة بثبوت الجنسية الأمريكية من عدم. يعني الحكم ده خلاص بقى هيعيد الشيخ أبو إسماعيل لسباق الرئاسة، ولا لا. على الداخلية أنها تروح تدور على الداخلية الآن أن تقدم ما لديها من مستندات واردة إليها. ما هي ما قدمتش يا فندم، ما هي ما قدمتش في المحكمة من الحكومة الأمريكية. هي ما قدمتش الورق ده في المحكمة؟ لم تقدم أي أوراق من جهة وزارة الداخلية المصرية حتى الآن. طب ما يبقى ما عندهمش ما دام ما قدموش. هذا الحكم بيفترض أن لديها أوراق، قد تكون هذه الأوراق في الخارجية وعلى الداخلية أن تطلبها منها وتقدمها للمحكمة. إنما حتى الآن مسألة ثبوت الجنسية من عدم ثبوتها لم تقطع فيه المحكمة بحكم. يبقى معنى الحكم إنه الشيخ أبو إسماعيل إن شاء الله هيقدر يرجع لسباق الرئاسة. الشيخ أبو إسماعيل حتى الآن له حق في أن يحصل من الداخلية باعتبارها تمثل الحكومة المصرية على ما لديها من مستندات، وهو يقول أن هذه المستندات تثبت أن والدته مصرية فقط. فهذه المستندات ستقدم مرة أخرى إلى المحكمة. مش فاهمة المستندات تتقدم يا فندم، ما هي مصرية، هي أصلا مصرية، هنثبت أنها مصرية، ولكن هناك ادعاء بأنها تتمتع بجنسية أخرى مع الجنسية المصرية اللي هي الجنسية الأمريكية. هذا الادعاء من الدولة. وعلى الدولة أن تثبت دعواها. طب ما هي الدولة على من ادعى والدولة لم تثبت بقى. امال قالوا في الجرايد طلعوا ارقام جواز سفر، وقالوا الخارجيه وصلها والداخليه وصلها، وان اللجنه الرئاسيه نفسها اعلنوا ان عندهم اوراق. فاحنا مش فاهمين. هذه الاوراق لازم ان تقدم للمحكمه، لان الشيخ صلاح أبو إسماعيل يقول انها اوراق مزوره. يقول انها اوراق مزوره لازم توضع امام المحكمه، والمحكمه هي التي تفصل فيها من صحيحه او مزوره. لكن هي لم تقدم للمحكمه على الاطلاق. لم تقدم حتى الان. يبقى الحكم ده هيمثل ايه بقى في بعد كده؟ الحكم ده بيدي الحق للشيخ صلاح أبو إسماعيل في ان يلزم الداخليه بان تقدم ما لديها من مستندات، سواء وردت اليها من وزاره الخارجيه او من الحكومه الامريكيه. بيلزم الداخليه، لكن الحكم ده ما يسريش على اللجنه الرئاسيه؟ لا، هو اللجنه الرئاسيه لن تبت في الامر الان الا بعد المحكمه ما تحكم بصفه نهائيه بثبوت الجنسيه من عدم. وده مش صفه نهائيه النهارده؟ لا، ده في شق مستعجل بيلزم الداخليه ان تقدم ما لديها من مستندات تتعلق بجنسيه والده الشيخ صلاح. طب بس الحكم مش بيقول كده يا فندم، الحكم بيقول حسب ما ورد لينا في الخبر
مجلس الدولة قال والدة ابو اسماعيل مصرية في 100% ولم تحصل على اي جنسية اخرى. خبر يعني اعلامي فقط، لكنه ليس هذا هو منطوق الحكم كما علمنا. يبقى منطوق الحكم، يبقى هنا بقى في يعني غير منقول بطريقة صحيحة. منطوق الحكم ايه يا فندم؟ منطوق الحكم إلزام وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن تسليم ما تحت يدها من مستندات تتعلق بإثبات جنسية والدة الشيخ صلاح أبو اسماعيل. يعني في لسه تكملة لهذه أيوة. المحاكمة. أيوة. حضرتك تتصور ايه او